انه هو سلام حقيقي يوفر للمواطنين اللاجئين القدامى، واخر لاجئ لمشهد يعود بكرامته الى بلاده ويجلس بحقه ويزرع زرعه ويقوم بالعمل الطبيعي ويعود للحياه الطبيعيه بتاعت الناس. وكذلك نحن في دارفور عندنا اكثر من 23 سنه، عندنا أكثر من 23 سنة في أجيال ضاعت، فهذه الأجيال تعتبر أجيال بشرية، بشر مواطنين، نحن دايرينهم يرجعوا لبلدهم عشان يعيشوا حياتهم. ما قروا، ما تعلموا، مدارس ما في، لمدة 23 سنة مدارس ما في. لكن لا يمكن أن تسمح لقوى جاهلة وقوى مدن أساسية ومدن عريقة زي فاشل ومدن عريقة يمسكوها زي النيانة بتصبح مدينة الأشباح ومدينة الاختطافات ولجميع اللي هو ما يسمى بالفديات، يعني من عنده مبلغ محدد يختطف أما ابنه أما بنته من أجل دفع الفدية لإطلاق سراي. فدي عالم الوحوش، ودارفور 12 مليون نفر، لا يوجد سوى 2 مليون نفر الآن. إذا بقى كثير بكون التكبير دي كمان هجرة تلقائية بقدر ما هي هجرة بالقوة. فيجب أن تراعي مثل هذه الأشياء. وكذلك نحن بالذات الناس القوى المشتركة لم تدخل هذه الحرب إلا بعد 6 شهور من استمرار الحرب، وبعد التقييم دقيق، وبعد الوضع كل المعلومات وما حدث من الأحداث أمامهم، فوجدوا إنه الدعم السريع الآن تحارب، ما بتحارب بمنافسه السياسي ولا بأهداف سياسية، بقدر ما إنه تحارب نمرة 1 منظومة أسرية، نمرة 2 إرقية، نمرة 3 أهداف إرقية الأساسية، نمرة 4 الأهداف هي ارتزاق ومن وراها قوة أصلا ما هتكون سودانية. وبالتالي نحن يجب أن نحافظ على وحدة هذه الدولة. طيب عشان نحافظ على وحدة هذه الدولة، حتى الدولة دي إذا تتفكك زي ما بيقولوا سامولة سيادة يفككوها، ما تجيب لي ناس من غرب افريقيا يفككوها، ما مقبول الكلام ده يا جماعه. ما تجيب لي ناس من مالي يفككوها، ما تجيب لي ناس من نيجر يفككوها، ما تجيب لي ناس من افريقيا وسط يفككوها. اذا اصلا الدوله بتاعتنا دايرين نفككها، طيب ما خلينا نقعد في الفرشه وفي الكرسي وفي الدور بارد برانا كده نتشاور نفككها. ما خلاص فككناها قبل كده، تجربه بتاع التفكيك ده عندنا، قعدنا مع بعض وأجزنا قوانين وضحكنا مع بعض تحت المظلة وفي الحوار، فجينا عملنا استفتاء وفككناها جزئيا. إذا لا نفكك الباقي برضه فنعمل نفس السلوك، لكن لا يمكن أن نفككها بوضعيات، لا يمكن أن نجيب لنا قوة أخرى اللي تجي تستولى على الأرض لمدة 40 سنة، الليلة بيقولوا نحن اكتملت الدائرين وبالتالي تيجي تفصل البلد بشكل الموجود ده. فعشان كده نحن قلنا يا جماعة نحن خايفين من انفصال بالقوة. قالوا لنا انفصال بالقوة كيف؟ قلنا الدولة التأسيس دي شنو؟ ما معنى الدولة التأسيس؟ نحن ما عندنا كم 20 سنة في التجربة، ما حصل كونا حكومة في أراضي التي نسيطر عليها، ما حصل كونا حكومة، كنا نعترف الحكومة التي نحاربها في الوقت ده. الخلى إنه في دولة تانية اسمها التأسيس. الخلى إنه نقاط بتاعت الوحدة الوطنية ونقاط القوة ونقاط السفرنتي اللي هو النقاط والمواقع بتاع السيادة الوطنية من المطارات بتحدث فيها مطارات أجنبية، بتحدث فيها طائرات أجنبية. الطيارة واحدة حمولتها ممكن تكفي لعمل الإنسان لمدة 2 أو على الأقل لمدة شهر لأهل دارفور كلها، لكن بتجيب لي فوق السلاح 7 رحلات في اليوم، 8 رحلات في اليوم في داخل البلد وعبر الأجوائية وفي حدود ومن الحدود الدولية. ده طبعا يعتبر انفصال. فعشان كده يا جماعة انتم أي خدمة دايرين تعملوها نحن نعم مع السلام، نعم مع الهدنة، لكن يجب أن نعرف
هذه الهدنة وهذا السلام القادم ما يؤدي إلى الانفصال أمر الواقع الموجود، لأنه احتمال 24 ساعة هدنة يعتبر انفصال أبدي، احتمال، لأنه هذول اللي بيقول لك أنا داير الهدنة، داير يرسم الحدود، بيقول لي ده الحتة المسيطر عليها وده الحتة المسيطر عليها، الحتة اللي أنت مسيطر عليها اللي عايش فيها مئات السنين في تلك الأرض فدي احنا دايرين نضمن السلام بدون ضمانات، من الصعب جدا انه الناس تقبل. فكذلك قلنا يا جماعه ان احنا أوذينا بمؤسسات كثيره وخاصة مؤسسة القوات المسلحة. في أي دولة يجب أن تكون في مؤسسة واحدة للقوات المسلحة. كويس؟ بغض النظر عن الملاحظات والهنا وهناك الناس بيقولوها، لكن في النهاية يجب أن تكون في الركوبة، يجب أن تكون في هيكل للقوات المسلحة كمؤسسة اللي أهلنا وأجدادنا وأمهاتنا وناسنا كلها وأجيال كلها استثمرت فيها بدمائهم وبمالهم والضرائب اللي طلعوها. مؤسسة يجب أن تكون واحدة، لكن كيف نضمن بأنه المؤسسة التي هاجمت على الدولة ولم تقدم في الدولة سوى العمالة والتهريب المال والموارد السودان ما زال والآن تريد أن تعود إلى قواها عبر السلام وعبر الهدنة؟ الضمان شنو؟ فدي برضه واحدة من الأسئلة الأساسية نحن كنا بنسأل والدولة كلها بتسأل والمواطنين بيسألوا إنه أي سلام وأي هدنة يجب أن لذلك. طيب طالما هذه الهدنة إنسانية، ما هو مصير المواطنين الذين طردوا عمدا من ديارهم الموجود في دول أجنبية؟ كلهم دايرين يجوا، بدءا من الذين موجودين في جنوب السودان، الموجودين في دول الجوار، الموجودين في المعسكرات في مختلف ولايات السودان، ده كلهم دايرين يجوا. ما هي الأجندة أو ما هي الضمانات الأساسية لعودة هؤلاء؟ لأنه الهدنة إنسانية، الهدنة ما بين قوتين، الهدنة إنسانية. فدي سؤال الأساسي، إنه نحن دايرين من الهدنة دي كان 24 ساعة، كان 24 سنة، كان 24 شهر، نحن دايرين ضمان حقيقي لتلك الهدنة أن تضمن لهؤلاء الناس يعودوا إلى بلادهم. دي يا اخوانا اي هدنه لانه بتاسس للسلام فيما بعد، دي عمليه سياسيه. يعني ما في عمليه هدنه بيكون فيها 24 ساعه وبعد ذلك ما بتاسس للعمليه السياسيه، فعشان تاسس العمليه السياسيه يجب ان نبداها بشكل مؤسسي كامل وباركان كامله، باركان ضمانات كامله حتى لا يعني نتغفل فيما بعد وقلنا يا جماعه الهدنه دي يوم ذاك وقعناه وبقى امر الواقع. وهكذا موجودة في دول كثيرة جدا، في دول جوارنا وفي دول الإقليم الأفريقي موجودة تلك الدول بمجرد هدنة خلاص أصبحت دولتين، أما بالاعتراف الدولي أو بعدم الاعتراف أو باعتراف مسكوت عنه، الكلام ده موجود. فدي واحدة من الحاجات اللي قلنا نحن شايفين الموضوع ده، قلنا نعم للهدنة، نعم للسلام، نعم للقضايا الإنسانية، ولكن يجب أن تتوفر هذه الضمانات للهدنة التي ممكن أن نقولها. طيب يقول إذا فهمتوني الناس أن احنا مقدمين زي ما بيقولوا الغصن الناظر، الغصن الليلي اللي هو السلام أولا، العيشة بتاعت الحياة أولا، استعادة الحياة وعودة المواطنين اللاجئين والنازحين أولا، استعادة الحياة وفتح المدارس أولا، وفتح المستشفيات أولا، وتأسيس الحكومة اللي تقدم الخدمات أولا، ده الحاجة الموجودة، وبس الأمن قواص الشرطة والأجهزة الرئيسية أولا، ووحدة السودان أولا، ووحدة مؤسساتها على رأس القوات المسلحة أولا. ده اللي احنا
الاشياء دايرينها. فعشان كده اي سلام جاي يجب ان تسبق هذه الضمانات قبل ان نحن نتورط ونوقع على الحاجه، ومن ثم بعد ذلك بكون جزرنا بلدنا، قتلنا بلدنا، وسلخنا بلدنا وما ازيد، وسلمناه للناس. اصلا نحن عارفين دخل السودان 200 وان كان 40% منهم سودانيين، وان كان ال 40% منهم سودانيين، فهذا لا يمكن. الشيء الاساسي والدايرين الضمان اساسي يا جماعه. كده خلينا من ما سبقت من الاحداث القديمه زمان، لكن الاحداث اللي نحن عشناها، نحن في اتفاق ابوجا